السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. حلقة رقم 6 على قناة شوتينج أرت أكاديمي في سلسلة الرماية المبتدئين. النهاردة للأسف هتكون الحلقة الأخيرة لسلسلة المبتدئين، وطبعا هتكون فيها سؤال الأخير للحلقة الخاصة بالمسابقة اللي الجايزة بتاعتها نضارة الرماية المصرية الصنع. إن شاء الله حلقة النهاردة هتكون بعنوان التنفس، ويلا بينا نشوف إيه الفرق ما بين الشخص العادي والشخص الرياضي في التنفس. طيب، والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل إحنا كلنا بنتنفس زي بعض؟ يعني الشخص اللي قاعد على مكتب زي الشخص اللي بيتمشى زي الشخص اللي بيجري؟ لا طبعا، أكيد ونوع الرياضة بيختلف في طريقة التنفس واكتساب الأكسجين. عملية اكتساب الأكسجين مش بتكون هي العملية الحيوية اللي إحنا فقط نعيش، لا طبعا، بتستخدم في حاجات تانية، وده موضوعنا النهاردة. يلا بينا. التنفس، لو قلنا إن التنفس هو شيء طبيعي لأي كائن حي بيتنفس لأنه عاوز يعيش، وإن إحنا بنتنفس أكسجين وبنطلع ثاني أكسيد الكربون، ودي عملية معروفة جدا لكل الكائنات الحية في مصر، عدا طبعا ال- النباتات. بتكون تنفسها بالعكس، بتاخد ثاني أكسيد الكربون وبتطلع لنا الأكسجين. طيب، نيجي نعرف تعريف التنفس ونقول عليه إن هو عملية حيوية لا غنى عنها للحياة، لأن الجسم بيمتد بالأكسجين الضروري ويخلصه من ثاني أكسيد الكربون. طيب، أهمية التنفس بالنسبة لنا إحنا كرياضيين، إن إحنا بنتزود بالأكسجين وبنقلل التوتر والقلق اللي ممكن يجيلنا في بعض الأحيان، مش شرط أثناء المنافسات، في حياتنا الطبيعية، وإن إحنا نحسن بيه التركيز والوضوح الذهني، ونعزز صحة الجهاز التنفسي، تحسين الهضم، وزيادة الاسترخاء. طيب، هل كلنا بنتنفس بنفس الطريقة؟ لا، يبقى هنخش على طرق التنفس، وعندنا نقطتين مهمين هناخدهم في طرق التنفس، اللي هو التنفس العميق والتنفس البطني. والغرض من التنفس هنشوفه في النقط اللي جاية، زي التنفس للرماية، وده يعني نقدر نقول عليه هو من أساسيات الحلقة النهاردة. عندنا طريقتين معروفين جدا في الرماية، وبالذات رماية ضغط الهواء لأنها بتكون مختلفة شوية عن رماية 25 متر. طيب، عندنا طريقتين إن إحنا نستخدم فيها التنفس أثناء الرماية. يا إما نضرب أو بننفذ الأداء بتاعنا عن طريق نفس واحد، إن إحنا نطلع فوق الهدف وننزل بيه على طول على منطقة التنشيل بتاعتنا. والطريقة التانية إن إحنا الإجراء بتاعنا أو الأداء بتاعنا هنقسمه على مرحلتين، إن إحنا نطلع فوق الهدف، وبعد كده هننزل شوية قبل الكارت نفسه، قبل الهدف نفسه، ونطلع الزفير وناخد شهيق تاني بس مش بنفس الكمية، وبننزل بيه على منطقة الهدف، وبتكمل بيه العملية، عملية التنشين بتاعتك والأداء بتاعك الطبيعي. دولت أهم طريقتين بالنسبة لرماية ضغط الهواء. بالنسبة ل 25 متر طبعا دي ليها مواضيع تانية خالص، هنتكلم فيها في فيديوهات جاية إن شاء الله، بس هي بتكون بالنسبة للاعيبة الأدفانسد أو اللعيبة مستوى المرتفع شوية،
لأن مفيش حد مبتدئ حاليا لحد دلوقتي بيبدأ رصاص على طول، لازم طبعا يعدي على ضغط الهواء. طيب النقطة التانية وهي التنفس لتهدئة التوتر. مفيش حد فينا ما توترش في يوم من الأيام. تلاقي واحد تلاقي متنرفز أو متعصب، تلاقي واحد زميله أو حد واقف بيقول له إيه، خد نفس عميق، خد اتنفس. فطبعا التنفس في حد ذاته بيدخل كمية أكسجين للجسم على طول، بيوصل للمخ، فبيخلي الشخص يعيد تفكيره أو يهدى. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما تيجوا أو تحسوا إنكم متعصبين، روح اتوضى، اتوضى بتطفي نار العصبية. وفي نفس الوقت أنت لما بتتوضى بتقول أذكار، الأذكار ديت بتخليك تتنفس كويس. يعني في ناس بتعملها من المنطلق ده، وفي ناس بتنسى وبتستمر بغضبها، وده طبعا ما بيساعدش. التنفس لاكتساب الطاقة. مين فينا ما شافش في بطولات عالمية لعيبة رفع الأثقال؟ لو لاحظت التنفس بتاعه، أو ممكن تدور على الفيديوهات ديت على اليوتيوب، هتلاقيه أول ما بيمسك البار تلاقيه راح واخد نفس عميق وهوب رافع الأوزان بتاعته. هل مجرد إن هو بيتنفس عشان يعيش؟ لأ، ده عشان يكتسب طاقة. إحنا جسمنا مكون من حاجات كتير جدا، من عناصر كتير جدا، آه، محتاجة إن إحنا نديلها أكسجين عشان تشتغل. زي ما قلنا في جزء من الأجزاء اللي إحنا اتكلمنا عليها في أول الفيديو، بيعمل على تحسين الهضم. طيب إزاي يحسن الهضم؟ لأنه بيحسن الدورة الدموية. فعن طريق تحسين الدورة الدموية، عن طريق الرئتين وتحميل الدم بالأكسجين، ودورة دموية بتمد الجسم كله بالدم المتغذي بالأكسجين الجديد. ده بيحسن الجسم عامة، ومنها تحسين عملية الهضم. وبكده تكون للأسف حلقتنا القصيرة خلصت جدا بسرعة. يعني أنا ما سجلتش غير مثلا 7 8 دقايق النهاردة، وللأسف دي كانت آخر حلقة. وإن شاء الله يا رب تكون الست فيديوهات اللي أنا عملتهم للمبتدئين تكون بذرة صغيرة يقدروا يبدأوا بيها حياتهم الرياضية إن شاء الله. بس يعني أنا ورسالتي ما تستعجلش في النتيجة. احنا لعبتنا لعبة تراكمية. اتعلم جدا من المدرب اللي واقف وراك، وفي نفس الوقت عدد مصادر المعلومة. ما يعني مع احترام المدرب، انا عارف ان هو عاوز يعمل كل حاجة صح، بس احنا لازم نحترم الاختلافات والمستويات اللي بتظهر. في ممكن 2 لعيبة بدأوا مع بعض، نلاقي لعيب فرق على اللاعب خلال وقت قصير. ده مش عيب مدرب ومش عيب اللاعب، لا، هو في لاعب عنده موهبة ربنا خلقها بيه، ولاعب تاني بيتعلم وبينفذ، وإن شاء الله هيوصل للي أنت عايزه. آه، تحياتي ليكم، وإن شاء الله أنا مستني خلال الأسبوع لحد يوم السبت الجاي إجاباتكم على الأسئلة المسابقة اللي إحنا عملناها أو بدأناها من تاني حلقة. يا رب الناس كلها تفوز. بس للأسف زي ما أنا قلت قبل كده إن إن الشركة عارضة نظارة واحدة بس، دي اللي هيفوز بيها واحد سواء من مصر أو من بره مصر. طبعا لو من بره مصر ده أنا هكون أسعد وأسعد. وداخل مصر طبعا ناس يمكن أنا بحترمها، وإنها عايزة تتعلم وعايزة تفيد نفسها وتفيد غيرها. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنعلن فيها الفايز. ولو عنده فرصة نقدر نطلع معاه لايف أو حتى مسجل، أنا ما عنديش مشكلة طبقا لوقته. ولو عرفت أجيب شركة جولدن شوت تكون معانا في اللايف عشان يقدم الهدية أو يقدم الجايزة بمعنى أصح، لأن مش هتكون هدية لأن هو بذل مجهود ويتفرج على الفيديوهات وعرف يجاوب على الأسئلة.
سؤال النهارده عشان الناس تقول ايه ده مفيش سؤال. لا، سؤال موجود. هنقول لك ايه؟ اذكر 3 أغراض للتنفس العميق. اذكر 3 أغراض للتنفس العميق. أنا ما كتبتهوش، أنا حبيته إن أنا أقوله نفسي عشان يكون في زي اي كونتاكت كده ما بيني وما بين الناس اللي بتتفرج عليا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير، ونتقابل بقى في الفيديوهات بتاعت الناس المتقدمة. تكون انتوا ايه اخدتوا وقت الفيديوهات اللي فاتت، اتفرجتوا عليها، استوعبتوها، وبدأتوا بيها حياتكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وكان معاكم أحمد شعبان.